السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل متابعينا. قبل ما نبدأ نصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق والمرسلين. أنا عايز كل الناس تقول معايا ما شاء الله. قولوا ما شاء الله في الكومنتات كلكم. العمال والمهندسين المغاربة اللي بيجهزوا ملاعب في أقل من سنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والأول مرة الملعب اللي كان الإعلام الجزائري بيقول عليه حفرة، ملعب مولاي الحسن. شوفوا الصور قدامكم وشوفوا الكلام، شوفوا كل حاجة واضحة قدامك في الصور. إن شاء الله إن شاء الله ملعب مولاي الحسن يا جماعة خلاص ما بقاش فاضله غير التاتش الفينش النهائي، شوية بسيطة. بقيله أسبوع تقريبا وهيكون جاهز بنسبة 100%، علشان إن شاء الله هيكون في مباراة مهمة جدا، هي مباراة نيجيريا والجابون اللي هيتلعبوا على الملعب ده. عشان كده أنا بقول لكم امسكوا الخشب وقولوا ما شاء الله. الملعب عالمي بجد، وده اللي كانوا بيقولوا عليه حفرة، والصحافة الجزائرية كانت ليل نهار ما بنخلص من كلامهم. وده الملعب اللي المفروض يتلعب عليه المباراة. النهاردة بقوا بيقولوا لا، غيروا كلامهم بقى، ده صغير، 20,000 متفرج أو مشجع مش كفاية. طب شوفوه بعينيكم، قدامكم كل الصور، قدامكم الفيديوهات. طب شوف بعينك وملي عينيك، ملي عينيك وحل عينيك. ده ملعب عالمي بيتسع لأكتر من 22 ألف مشجع من الطراز العالي، وهيتلعب فيه مباراة افتتاح، المباراة الافتتاح بتاع نيجيريا والجابون المؤهلة لكأس العالم. إن شاء الله تشوفوا مباراة كبيرة جدا في الملعب ده، وهيكون الافتتاح الرسمي للمباراة بإذن الله، هيكون حاجة خرافة، والافتتاح الرسمي للملعب. الصحافة الجزائرية اللي دايما مش شاغلة دماغها غير بالمغرب، شوفوا بقى الملعب مستغن، شوفوا أرضية الملعب، الملعب الجزائري مستغانم. شوفوا أرضية الملعب عاملة ازاي. ده الملعب ده اللي لعب فيه بالعمري، واللي بيلعب فيه كاس بعمري مع المنتخب. مش بس أرضية الميدان بتاع الملعب، لا، شوفوا كمان أرضية ملعب البراقي. وكل الملاعب اللي في الجزائر تقريبا كلها كده كارثة. اهي قدامكم اهي الصور اهي. يبقى احنا ما بنألفش ولا بنجيب حاجة من عندنا. فليه ما بتتكلموش على بلدكم وتتكلموا على وتشغلوا نفسكم بملاعب بلدكم؟ قارنوا بينكم وبين المغرب. المغرب في ظرف سنتين بس بنى 4 ملاعب عالمية من الطراز العالمي. ده انا لسه ما خلصتش، ده انا عندي كلام كتير جدا، وعندي مفاجآت في نهاية الفيديو هتحرج وهتفضح ان شاء الله الاعلام الجزائري. انا لسه ما جبت سيرة ملعب مولاي عبد الله اللي طلعتوا واتكلمتوا عليه وقلتوا عليه ايه ده بالفوتوشوب. ده قدامكم فوتوشوب، وكانت فضيحة عالمية لما اتكلموا وقالوا الكلام ده. ملعب مولاي عبد الله ملعب على الطراز العالمي، عالمي بمعنى الكلمة. والملعب بتاع ده التاني بتاع مولاي الحسن اللي كنتوا بتقولوا عليه ملعب ده حفرة مش ملعب وكده، ادينا ورينا لكم بعينيكم عشان تعرفوا ان انتم عايشين في زمن اخر. لما تشوفوا الملاعب الكارثية اللي عندكم اللي اتلعب فيه بطولة شباب بلوزداد مع مستغانم، مش عيب ان انت ومش حرام ان انت ما تتكلمش على ارضيات الملعب دي؟ مش عيب؟ احنا كده عايشين، ده كده الجزائر بملاعبها دي وارضيات الملاعب دي عايشين في التسعينات. كنت بتلعبوا على الطابي والطرطو والروينة، وهو نفس الحال دلوقتي. المهم بقى انا هاخدك لنقطة مهمة جدا، خلينا ادخلكم على ملعب تاني واقول لكم يا صحافة الجزائر، الملعب التاني ده اللي هيصدمكم ده اسمه ملعب البريد. ده اسمه ايه؟ قولوا معايا، ملعب البريد. ملعب عالمي، كأنك بتتفرج على ملعب في انجلترا. ملعب من الطراز الفخم. كل ده شغل مغربي خالص، مفيش حد حط ايده هناك. عمال مغاربة
مهندسين مغاربة، شركات مغربية. والراجل فوزي لغجع الراجل المحترم قال كده بنفسه، حوالي 100 شركة مغربية هي اللي كانت شغالة وآلاف العمال، وفي ظرف 8 شهور الملاعب دي كلها اكتملت اللي انتوا شايفينها دي. اللي شكك وقال الملاعب دي مش هتخلص، اديك شفت بعينيك، ولما كنتش شفت بعينيك هوريك بودانك، هفتح لك عين في ودانك واوريها لك. ده انجاز يا جماعه، انجاز مش طبيعي. المغرب فعلا كسب الرهان في وقت قياسي جدا. تعالى معايا يا زعيم عشان اقول لك على التفصيله المهمه. وبص بقى يا سيدي، عشان تشوف الحقيقه وكل الكذب اللي بيتقال في السوشيال ميديا وكل البوستات اللي بتلف في الجروبات، كل ده كذب عشان يضللوا الناس، عشان ما يعرفوش الحقيقه، وعاملين جروبات بس علشان تنشر كلام واشاعات غير حقيقي. بس انا بقول لكم كلمة مهمة جدا، بدل ما تهاجم في المغرب، طب اعمل لك ملعب، هاجموا اللي عندكم، هاجموا اللي في الجزائر، قولوا لهم شوفوا جيرانكم بنوا ملاعب في وقت قياسي. ده انت بنيت ملعب في 14 سنة، وملعب تاني خد 15 سنة ولسه ما كملش اصلا. فلازم الناس اللي قاعده في البلاتوهات الجزائريه والناس اللي قاعده في الاستوديوهات اللي عمال تتكلم عمال على بطال، هاجموا المسؤولين اللي عندكم مش الناس اللي اشتغلت وتعبت. ده المفروض الملاعب اللي انا بوريها لكم اللي وريتها لكم دي، الملاعب الجزائريه وارضيات الملاعب دي اتزرع فيها بطاطس، يتزرع فيها بطاطا، تتزرع فيها شويه خضروات كده وتقعد تاكل فيهم. ده مش ملعب كوره. طب تعالى ندخل بقى على ملعب عالمي تاني عشان اديها لك في وشك في الاعلام الجزائري. يعني الملعب التالت اللي هيتفتح هو ملعب طنجة. اتفرج معايا وشوف بعينيك ومل عينيك. كملوا له الغطا، ادي الملعب السقف بتاعه خلص، باقي له يومين او بكتير اكتر حاجه اسبوع وهيقفلوا كل حاجه ويكون جاهز بنسبه 100%. وادي الواجهه من بره ومن جوه وتحفه عالميه، ملعب على اعلى مستوى، سعته 70,000 او 75,000 مشجع تقريبا. في كمان 800 مكان او كرسي مميز للجماهير. ده اللي هيتلعب فيه ماتشين وديين للمغرب ضد موزمبيق واوغندا. ده الملعب ده الابهار اللي انت شايفه ده. عشان كده نقسم بالله لازم اقول الحقيقه لكل الناس. لما شفت ملعب مولاي عبد الله ما كنتش اعرف هقول ايه، تحفه فنيه، هقول ايه الحلاوه دي، 80,000 مشجع ما يتقارنش بحاجه تانية. بس برضه ملعب طنجة الكبير طلع وحرجني. ملعب طنجة الكبير طلع جامد جدا، الديزاين من بره ومن جوه والكراسي والاضاءه الاحترافيه اللي موجوده فيه، وقسم في الفن الاف اي بي العالمي، الفي اي بي الخاص بالكراسي الناس الضيوف المهمين. يعني بصراحه حاجه تفرح، حاجه تشرف اي بلد عربيه. الصور والفيديوهات قدامكم، وفي الافتتاح هيحرجكم لما المغرب تلعب الماتش الودي ضد موزمبيق. صحافة الجزائر دايما بتتكلم وتقول كلام فاضي، كلام فارغ من جوه، واتصدمت صدمة كبيرة لما شافت الحقيقة دي. المغرب عنده دلوقتي يا جماعة 4 ملاعب مغطاة في وقت قياسي. انتوا متخيلين انا بتكلم في ليفل ايه؟ ليفل الوحش. وفي الطريق كمان ان ملعب مراكش اللي هو اصلا مغطى كمان اجادير هيتغطى، وفاس كمان، غير الملعب الكبير ملعب الحسن الثاني ده لسه اللي بياخد 115,000 مشجع، واللي هيكون في 2027 جاهز بنسبة 100%. ده مشاريع ضخمة جدا جدا جدا. عشان كده المغرب ماشي بخطة واضحة. الجزائر عملت ملعب بشار اللي فيه 22,000 مشجع ولسه ما كملوهوش. انما المغرب شوف ملعب الحسن الثاني ده مش في الارض، ده طالع لفوق يا جماعة. بنى الدور الاولاني خلاص وبيكملوا فيه الاشغال، وملعب هيكون مرعب، 115,000 مشجع، حاجة خرافية. الصور بتاعت ملعب طنجة العالمي اللي هيتلعب فيه الماتش الكبير، والله في كارثة كبيرة جدا لو قارنت الملاعب المغربية دي بأي ملعب تاني. الفروق ما فيش فروق، الفروق سماء وأرض. يعني انت بتتكلم ناس عايشة في السماء وناس عايشة في الأرض. فأنا بصراحة مش لاقي كلام أقدر أوصف بيه من كتر الكذب والكلام الغريب والإشاعات والافتراءات اللي بتطلع على المغرب. بيغطوا على الحقيقة.
الناس بيهاجموا ناس، يعني انت بتهاجم ناس اشتغلت، بتهاجم ناس على تعبها، بتهاجم فوزي لقجع، بتهاجم الرجل الاقوى في قارة افريقيا. هم شايفين الحقيقة بس عاملين نفسهم مش شايفينها. عشان كده انا بقول لكم دايما الواحد زهق من كتر الاشاعات اللي بتتقال. تعال شوف بقى البنية التحتية في المغرب. ناس تقول لك المفروض يعني الناس دي راحة العالمية المغرب، خطوات ثابتة وشغل محترم. انتوا قاعدين في الاستوديوهات تتكلموا وتكذبوا على الناس وتقولوا كلام وتغلطوا في ناس وما بتقولوش كلمة الحق. محدش فيكم يقدر يعترف ولا يطلع يقول ايوه المغرب عمل انجاز عالمي. محدش يقدر يقول الكلام ده. حتى لما تشوف ارضية الميدان عندك وعند المغرب، كأننا انت راجع 40 سنة، 40 ايه، 40 الف مليون سنة لورا، ولا كلمة صدق، كلها شعارات فاضية. فقسما بالله المغرب بقى متقدم اضعاف الاضعاف، والواقع بيقول كده. انا ما بجيبش كلام من عندي ولا بجيبش كلام من الهوا يا جماعة. ملعب البريد وملعب مولاي عبد الله، ملعب الحسن، الملاعب دي بدأت من 8 شهور بس. 8 شهور كانوا مخلصين الليلة كلها. ملعب طنجة هو اللي خد اكتر من سنة عشان سقفه كان حاجة كبيرة جدا، ويعتبر الثاني اكبر سقف في العالم. حاجة خرافية فعلا ما يحلموش بيها كتير من الغرب او اوروبا او الجزائر. الواقع بيقول ان خلاص المغرب هربت على كل الدول العربية، هربت على اوروبا، مش بس على الجزائر لكن عن افريقيا كلها. انت عندك دلوقتي 12 ملعب جاهز، فاضل 3 ملاعب كمان ويبقوا 15، وهيبقوا كلهم بنفس المستوى، والفرق بينهم مش حاجات بسيطة، يعني ملاعب على اعلى مستوى. فاحنا عندنا ناس بتجري ورا كلام، وناس بتجري ورا جروبات وفيسبوك وكلام فاضي، وبيضللوا شعبهم عشان يغطوا على الفشل اللي في الرياضة الجزائرية. لكن شوف انت الفساد المالي، كل الناس اللي المفروض تخدم البلد وتتكلم عن بلدها وتكتفي ببلدها، لا، عمالين يتكلموا عن المغرب ليل ونهار. ده المفروض يا جماعة. الملاعب اللي في المغرب زي ما قلت لكم ملاعب للهواة، مش ملاعب تلعب عليها مباريات عالمية. لا في جودة ولا في تخطيط ولا في تأسيس. ويضحكوا على المغرب. تضحك على ايه؟ تضحك على خيبتك. المغرب فضحت الدنيا كلها. المغرب العالم كله شاف الحقيقة، والملاعب عندهم بقت تحفة فنية، والبنية التحتية عندهم خرافية. وانتوا لسه بتتكلموا في الاستوديوهات والبلاتوهات اللي قاعدين فيها. لسه شهر على افريقيا وكل حاجة اتفضحت. العالم كله شاف مين اشتغل ومين اللي عمال يألف ويقول اي كلام لناسه واهله وشعبه. تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات وفي الكومنتات، ده مهم جدا بالنسبة لي. تنساش تعمل لايك للفيديو. ما تنساش تدعي للملك محمد السادس ان شاء الله بالشفاء اللي يسير، الذي لا يغادر سقما ان شاء الله، ويرجع لأهله وشعبه ويكون الملك الأبدي للمغرب. تنساش تقول لفوزي لقجع شكرا من القلب، صاحب الإنجازات الكبيرة وراجل صاحب المواقف المحترمة، راجل عامل إنجازات مرعبة في الكرة المغربية. كل التحية لأهلنا والمغرب في المغرب، الشعب المغربي الأصيل المكافح المحترم، أبو قلب أبيض. تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.